بيبدأ المسلسل مع بطلنا اللي اسمه سانج، وبالرغم من إنه وسيم وذكي لكنه للأسف فقير ومعهوش فلوس. وبنشوفه هو واقف في شركة عقارات علشان عايز يشتري شقة يتجوز فيها، وبيستغرب وبيقول لنفسه إزاي شاب كحيان زيي لسه في بداية حياته هيقدر يحوش فلوس علشان يشتري شقة. وفي بنت جميلة واقفة معاه وبنعرف إنها خطيبته واسمها مينسو، والبنوتة دي طيبة وبتحبه وعايزة تتجوزه، وبتقول له إن في شقة عجبتها وبتاخده عند الموظفة علشان يعرفوا سعرها. وما بيرضاش سانج إن هو يزعلها وبيروح معاها وهو بيقول يا رب تبقى شقة رخيصة، لكن الموظفة طبعا بتفاجئه من السعر. وطبعا سانج بيقول لها انت لو بعتيني انا شخصيا مش هجيب نص المبلغ ده. وبتسألها مين سو طب ما ينفعش ناخدها بالقسط المريح على مدار الحياة ونسدد ثمنها كل شهر. لكن برضه الموظفة بتقول لهم انهم لازم يدفعوا مقدم الاول، وبتقترح عليهم ان هم يشاركوا في النصيب، يعني يشتروا رقم وممكن يكسبوا شقة ببلاش. والفكرة فعلا بتدخل دماغه وبيقرر يجرب، وبياخد منها ورقة وبيحاول يفتحها، لكنه للأسف بيلاقي الورقة فاضية، وبيحس بالإحباط لأنه عمره ما كسب أي حاجة في حياته. وفي الوقت ده بنشوف مينسو هي بتحاول تهون عليه وبتقول له عادي، وبتاخده وبيروحوا للبيت وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وهناك بتبدأ تحسب الفلوس اللي محوشينها علشان تعرف هما محتاجين كام ويدفعوا كام مقدم للشقة اللي هيتجوزوا فيها. وفعلا البنت دي بتطلع ذكية وبتعرف تخطط لأنها شغالة محاسبة في شركة كبيرة، لكنها بتلاحظ إن مرتبه ناقص، فبتعرف إن هو بيصرف الفلوس من غير ما يقولها. ولما بتسأله بيقول لها أنا اشتريت بيهم عجلة علشان أوفر فلوس المواصلات، وبيبقى عمل كده لأنه عارف إنها ما بتحبش التبذير. وفجأة بيجي له رسالة من أبوه بيطلب يقابله، لكنه بيتجاهلها وما بيرضاش يرد عليه. فبتفضل مينسو تشجعه إن هو يروح يمكن يسلفه فلوس، لكن بعد الإلحاح هو بس بيقرر يروح يزوره علشان يعرفه إن هو ناوي يتجوز. وتاني يوم بيركب الأتوبيس وبيروح للقرية الريفية اللي عايش فيها والده، وبتفرح والدته جدا لما بتشوفه وبترحب بيه لأنه وحشها. وفجأة بيسمع صوت أبوه في المخزن وبيقرر يروح يتكلم معاه، ولما بيدخل عليه بيلاقيه قاعد لوحده. وبيستغرب سانج من شخصيته لأنه طول عمره بيستلف فلوس ومش عارف هو بيوديها فين، لدرجة إنه في مرة سرق الحصالة بتاعته وهو صغير، وبسبب كده والدته اضطرت تشتغل عشان تقدر تصرف على البيت. ومن هنا بنعرف سبب كره سانج لأبوه. وبنشوف سانج بيسأل باباه عايز منه ايه، فأبوه بيروح له وبيعرفه إن هو خلاص طلع على المعاش. وبيتريق سانج عليه لأنه طول عمره عاطل ومش بيشتغل، لكن أبوه بيقرب منه وبيقول له أنا هعرفك كنت بشتغل إيه في السر. فبياخد منه $100 وبيضغط على إيده جامد وبيوري له قوته. وسانج بيتفاجئ جدا من اللي حصل، المفروض إن هو راجل كبير في السن إزاي عنده كل الطاقة دي. فبيحاول يشدها منه لكن مش بيقدر وبيفضل يصرخ من الألم، وبيطلب أبوه منه يبص في عينيه علشان يعرف سر قوته. وبيستغرب سانج لكن بيعمل كده، وبيشوف ذكرياته وبيعرف إن كل عيلته كان عندهم قدرات خارقة وده كان من آلاف السنين. وبعدها بيفوق سانج من الذكريات بتاعته وبيلاحظ إن إيده خفت، لكن فجأة أبوه بيقف قدامه وبيضربه مسدس مسامير في راسه. وساعتها بيقع سانج على الأرض وبيفتكر إنه مات، لكنه بيتصدم إنه ما اتأثرش والمسامير هي اللي اتكسرت. فأبوه بيبدأ يشرح له كل حاجة، وبيقول له أنت خلاص ورثت القدرة الخارقة مني، ودلوقتي بقى عندك قوة مش طبيعية، لكن كل ما هتستخدمها الفلوس اللي معاك هتخلص. وبيطلب منه يستغلها في الخير ويساعد الناس اللي حياتهم في خطر. فبيتفاجئ سانج من كلامه لما بيفتح محفظته بيلاقي فلوسه اختفت، يعني يوم ما يورث قوة خارقة يلاقي القوة دي شغالة بالفلوس. فبيفضل يقول له أنا مش عايز القوة دي، وبيمسك إيده وبيطلب منه إن هو ياخدها تاني. لكن أبوه بيضحك وبيعرفه إنه خلاص هو ورث القوة دي ومش هيقدر يرجعها، وبيديله كارت لست غنية علشان لو احتاج مساعدة يكلمها. وبينصحه إن هو يبدأ يحوش كل الفلوس اللي معاه لأنه هيحتاجها في المستقبل. فبيتعصب سانج من كلامه وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع للمدينة بيقابل حبيبته مينسو وبيحكي لها اللي حصل معاه. فبتتريق عليه مينسو، واتضايقت إن هو فاكرها ساذجة لدرجة إنها تصدق الكلام ده، وبتزعل جدا وبتمشي، لكنه ما بيسيبهاش وبيروح وراها عشان يقرر يثبت لها كلامه. وبياخد منها $100 يحطها في جيبه، وبعدها بيستخدم قدرته الخارقة وبيمسك حديدة. وبنشوف مين سو مش مصدقة عينيها من اللي حصل، إن الحديد بيتني بالسهولة دي والفلوس بتختفي، فبتفتكره عامل فيها مقلب. وبتطلب منه يجرب تاني وبتديله $100. وفعلا سانج بيمسك حديدة تانية وبيكسرها بسهولة. فالمرة دي مين سو بتصدقه، وبتاخده وبيقعدوا علشان يكتشفوا سر قوته. وبتفضل تديله في فلوس وتفضل تعمل عليه اختبارات كتير، وبتعرف إن كل ما بيستخدم فلوس أكتر كل ما قوته بتزيد أكتر، لكنها في نفس الوقت بتتعصب لأن كده مش هيقدر يحوش أي حاجة. فبتقول له ما تستخدمش قوتك غير وقت الضرورة. فبيحس سانج بالإحباط لأن قدرته مش مفيدة، وبيلاحظ إن معاه $1000، فبيقرر يجرب يستخدمها وبيحاول ينط عالي. وفعلا في الوقت ده بينجح إنه يطير ويبص على المدينة من فوق، وكان مبهور وبيحس إنه بيحلم، لكنه برضه بيقرر يسمع كلام مينسو ويبطل يستخدمها تاني. وفي يوم بيصحى بدري علشان يروح الشغل وبيلبس هدوم،
لكنه بيفتكر كلام من سو ويقرر يسيب فلوسه في البيت، وبياخد بس على قد المواصلات بتاعته، وبيروح للمترو. وهناك بيشوف ست عجوزة شايلة شنط كتير ونفسه يساعدها بس الفلوس على قده، ولكن في الوقت ده ضميره بيأنبه وبتصعب عليه فبيقرر يساعدها، لكنه بيخاف يستخدم قوته وفلوسه تخلص، فبيرجع في كلامه تاني. فالعجوزة بتتعصب وبتشتمه، وده بعد ما قرر ان هو يتخلى عنها بعد ما عرض مساعدته. فبيحس سانج بالإحراج من اللي بيحصل، ولما بيروح للشغل بيمشي ببطء وما بيرضاش يساعد زمايله، وده لدرجة انه بيسيب الباب يقفل عليهم علشان يوفر طاقته على قد ما يقدر. وبيستغرب الكل من تصرفاته وبيفضلوا يتكلموا عليه وبيقولوا انه اناني وكسول. ولما المدير بيعرف الكلام ده بيستدعيه لمكتبه وبيطلب منه يساعد زمايله في الشغل والا هيطرده. وساعتها بيحس سانج بالإحراج وبيعتذر له وبيوعده إنه هيعمل كده. وفي آخر اليوم بيرجع للبيت وبيحكي لمينسو اللي حصل، وبيقول لها إن شكله بقى وحش في الشغل وعاوز يساعد زمايله، لكنها بترفض وبتقول له إن هم محتاجين فلوس ولازم يحوش علشان يتجوزوا. وكمان بتبيع اللابتوب بتاعه عشان محتاجة الفلوس، وعلشان تعوضه بتديله فلوس عشان يشتري بلاي ستيشن مستعمل. وبيفرح سانج بالموضوع ده وبينزل علشان يعمل كده، وبيلاقي البايع اللي اتفق معاه مستنيه تحت البيت، وبيديله الجهاز وكمان ألعاب زيادة هدية. لكن بعدها وهو مروح بيشوف بلطجية بيضربوا البايع علشان يسرقوا منه الفلوس، فبيتعصب ساعتها ساند وكان عاوز يروح يساعده، لكنه بيفتكر كلام مينسو وبيعرف انه لو استخدم قدرته الخارقة الفلوس اللي معاه هتخلص. فبيرجع برضه في كلامه وبيطلع يجري، وبيقول لنفسه ان لو كان غني كان زمانه طيب وبيساعد الناس. ولما بيرجع للبيت بيدي باقي الفلوس لمينسو، وبنشوف سانج قاعد طول الليل بيلعب بلاي ستيشن، ده لحد ما بيطلع له حبوب على ايده ورقبته، وده بس عشان يحاول ينسى اللي حصل وانه ما قدرش يساعد البايع. وتاني يوم بيروح يقابل والدته في مطعم، وبتقول له إنها عايزة تديله حاجة، وساعتها بيخاف سانج يورث منها أي حاجة هي كمان، وبتضحك وبتديله شنطة فيها فلوس كتير، وبتعرفه إنها حوشتهم من الشغل، وبتطلب منه يشتري شقة ويتجوز فيها. فبيتفاجئ سانج لأنه مبلغ كبير وبيفرح لأن كده هيقدر يتجوز، وبيشكرها وبيسيبها ويمشي. وبيتصل بسرعة بمينسو علشان يقول لها، لكن مرة واحدة بتحصل قدامه حادثة. أتوبيس بيتقلب من على الطريق وخلاص على وشك إن هو يقع، والأتوبيس ده فيه أطفال وخلاص هيقع من على الكوبري، وبيفضلوا يعيطوا وبيطلبوا المساعدة. لكن سانج بيفتكر وصية أبوه إنه يساعد الناس، وكمان بيفتكر كلام مينسو إنه يحوش الفلوس، وكان محتار جدا ومش عارف ياخد القرار، ولكن ضميره بيأنبه وبيظهر على حقيقته وبيقرر يعمل الصح. وبياخد الفلوس بتاعت والدته وبيجري على الأتوبيس وبيمسكه في الوقت المناسب، وبيفضل يشده لتحت ويستخدم قدرته الخارقة وبينجح يرجعه تاني على الكوبري. لكن بسبب كده طبعا الفلوس اللي معاه بتختفي وبتتحول لفكة حواليه، وبعدها بيزعل سانج جدا لأنه كده مش هيقدر يتجوز. لكنه برضه بيلاحظ إن الحبوب اللي في إيده خفت، وكمان الناس بينبهروا بقوته وبيفضلوا يصوروه. وفي الوقت ده بنشوف بنت بتحاول تهرب من عصابة خطيرة، وبتفضل تجري بأقصى سرعة لحد ما بتوصل لمكان مقطوع، وبيحاصروها وبيطلبوا منها تستسلم، لكنها بتضحك وبتقول لهم أنا جبتكم هنا علشان مفيش كاميرات مراقبة ولا حد هيشوفني هعمل فيكم إيه. ومرة واحدة بتطلع نار من إيديها بتولع في المكان كله، وبيتضح إنها هي كمان عندها قدرة خارقة، وهي إنها بتتحكم في النار، وبتقرب منهم وبتستعد خلاص علشان تشويهم. وبيحاول أفراد العصابة يهجموا عليها لكنها بتتفادى كل ضرباتهم، وبتضربهم وبتكسر عظمهم ومحدش بيقدر يلمسها، وبيخاف الكل من قوتها وبيهربوا منها. فبتفرح البنت وبتفتكر إنها خلاص بقت في أمان. لكن فجأة زعيمة العصابة بتوصل للمكان، وبنعرف إن اسمها جوانا، وبتقرب منها وبتطلب منها تستسلم وتقول لها على مكان أصحابها الخارقين. لكن البنت ما بترضاش تقول لها على مكان أصحابها وبتستعد علشان تهجم عليها بكل قوتها. بس جوانا بتضحك وبتمسك المظلة بتاعتها، وفجأة الجو بيمطر، وبنعرف ساعتها إن هي كمان عندها قدرة خارقة بتقدر تتحكم في الطقس. فبتتصدم البنت من اللي حصل والنار بتاعتها خلاص بتنطفي، وساعتها بيستغل العصابة الفرصة وبيقبضوا عليها وبياخدوها معاهم وبيحبسوها في مختبر سري تحت الأرض، وده علشان يعملوا عليها تجارب. وبعدها بنشوف أصحاب البيت، وبيبقى هم كمان عندهم قدرات خارقة زيها، ودي أكيد هنعرفها بعدين. وبيكونوا قلقانين على صاحبتهم لأنها لسه ما رجعتش، وبيشكوا إن جوانا أكيد هي اللي خطفتها. وفجأة بيشوفوا قدامهم الفيديو بتاع سانج وهو بينقذ الأتوبيس، فبينبهروا من قوته وبيقولوا إن الشخص ده لازم يساعدنا، وبيقرروا يروحوا يدوروا عليه لأنه الوحيد اللي يقدر يهزم جوانا وينقذ صاحبتهم من العصابة. لكن في الوقت ده بيبقى بطلنا محبوس في القسم ومش فاهمين ليه الشرطة قبضت عليه مع إنه أنقذ الأطفال. فبيسمع المجرمين بيتكلموا عنه وبيقولوا إن هو اللي وقع الأتوبيس من على الكوبري. بيفضلوا يتنمروا عليه لأنه ضعيف وما بيقدرش طبعا سانج يدافع عن نفسه لأنه معهوش فلوس، لكنه بيفتكر الكارت اللي خده من أبوه وبيقرر يتصل بالبنت الغنية دي. ولما البنت بترد عليه بتعرف اسمه وبتطمنه إنها هتساعده، وفعلا بتدفع له الكفالة وبتخرجه من القسم. وبيفرح سانج، لكنه بيلاقي صحفيين كتير مستنيينه فبيقرر يخرج من الباب الخلفي،
وبنشوف إن الست الغنية مستنياه بره وبتاخده معاها علشان توصله، وفي الطريق بيشكرها سانج إنها ساعدته، لكنها بتصدمه وبتعرفه إن أبوه عليه مليار دولار. فبيقول لها سانج إنه غلطان إن هو اتصل، وبيقول لها إن ده مبلغ هو لو عاش عمره يسدد فيه مش هيعرف. وبيتحايل عليها إن هي تنزله من العربية، لكنه مش بيلحق، والست الغنية بتنيمه وبتخطفه. وفي الوقت ده بنشوف جوانا وهي في المختبر السري بتاعها وبتتفرج على الفيديو بتاع سانج وبتقرر تقبض عليه. وبنعرف إنها بتعمل تجارب على البشر الخارقين وبتسرق منهم قوتهم. وفعلا بتروح تقف عند البنت اللي بتتحكم في النار وبتاخد منها قوتها، وبتفضل تضحك وبيبان إنها بتخطط لحاجة خطيرة. وبعدها سانج بيفوق وبيلاقي الست الغنية واقفة قدامه وبتديله فلوس، وبتطلب منه يستخدم قدراته الخارقة علشان تتأكد. وسانج بيرفض يعمل كده، لكن فجأة الحراس بتوعها بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوه لحد ما بيتكسر عظمه، وبيتصاب إصابات خطيرة جدا وبيقعد على الأرض من الألم. وبيضطر يمسك الفلوس، وأول ما بيعمل كده الجروح بتاعته كلها بتتعالج. وبيتعصب وبيقرر يندمهم، بيقول لهم لو عايزين تشوفوا الطاقة اللي عندي هوريكم. وبيحط الفلوس في جيبه وبيهجم عليهم، وبيضرب واحد منهم بضربة قوية بيطيره بعيد. والكل بيكون واقف مصدوم من قوته وبيخافوا منه. لكن فجأة الفلوس بتخلص وبيحس بالتعب وبيقع على الأرض. وبتتأكد الست الغنية إن هو خارق، وبتطلب من الحراس إنهم يخرجوا. وبتروح تتكلم معاه وبتعرفه إنها كانت بتحب أبوه وعايزة تتجوزه، لكنه علشان غبي رفض. وبتعرض عليه إن هو يتجوز بنتها، وده عشان يخلف طفل خارق، وده مقابل إنها تلغي كل الديون اللي على أبوه وهتخلي شخص غني. فبيتفاجئ سانج من كلامها وبيعتذر لها وبيقول لها إن هو مرتبط وبيحب خطيبته. وبيلاقي على الأرض $100 فبيقرر يستخدمها وبياخدها وبيطير من الشباك وبينجح إنه يهرب. لكن الست الغنية بتضحك لأنها عارفة إنه هيرجع لها تاني لما فلوسه تخلص. وبنشوف سانج وهو واصل للبيت تعبان، لكنه بيلاقي منسو مستنياه، وبيبان إنها متعصبة لأنها شافت الفيديو بتاعه وهو بينقذ الأتوبيس. وبتسأله أنت جبت الفلوس دي كلها منين؟ فبيتوتر سانج وبيضطر يقول لها الحقيقة، وبيعرفها إن هو خدها من والدته علشان يشتري شقة. وبيعتذر لها وبيقول لها إن هو ما كانش عنده أي حل تاني غير إنه ينقذ الأطفال، وقال إن هو ما قدرش يشوفهم في الأتوبيس هيموتوا قدام عينه ويسيبهم. فبتزعل مينسو منه لأنه ضحى بفلوس الشقة اللي كانوا هيتجوزوا فيها. وبتقرر تنفصل عنه وبتسيبه وتمشي وهي بتعيط. وبعدها بيحاول سانج يروح وراها لكنه مش بيلحقها. وفجأة بيحصل انفجار في المبنى والشقة اللي عايش فيها بتتدمر حرفيا. وبعدها بيشوف اتنين من العصابة واقفين في الشارع وبيعرف ان هم بيدوروا عليه، وعملوا كده علشان يتخلصوا من اي فلوس معاه. فبيخاف وبيضطر يهرب منهم، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لكوخ مهجور في الغابة، وبيقرر يستخبى فيه علشان يفكر. وبيبقى محتار مش عارف يعمل ايه ولا ياخد اي قرار. وبيحاول يتصل بحبيبته مينسو عشان يطمن عليها، لكنها ما بترضاش ترد عليه ولا على رسايله. فبيقلق جدا وبيقرر يروح لها تاني يوم علشان يحذرها من العصابة. وبتبقى الزعيمة جوانا بتراقبها وبتؤمر العصابة يخطفوها، وتقول إن هو ده الحبل اللي هيوصلنا لسانج. وفعلا بيسمعوا كلامها وبيعملوا انفجار كبير. وبتخاف مينسو وبتحاول تهرب من المكان، لكن للأسف النار بتحاصرها. وبعدها بتنتشر أخبار الحريق في كل حتة، ولحسن الحظ سانج بيشوفها وبيعرف إنها في خطر. فبيقرر يستخدم قوته عشان ينقذها، لكن ما بيبقاش معاه فلوس يعمل كده. فبيضطر يدخل البنك يسحب كل الفلوس اللي محوشها، وبيجري على الفندق بأقصى سرعة عشان يلحقها. وبتبقى مينسو محبوسة في النار وبينهار السقف وبيقع عليها، لكن سانج بيوصل في الوقت المناسب وبيقف قدامها وبيمسك السقف قبل ما يقع، وبيرميه بعيد وبيحضنها علشان يطمنها. وبعدها بيفضل يضرب الجدار لحد ما بيعمل فيه فتحة كبيرة وبيخرج الناس من المكان. وبعدها بيرجع لها وبيديلها استمارة جواز وبيقول لها مفيش فرصة أحسن من دي عشان أتقدم لك. فبتفرح مينسو بتحضنه وبتوافق، وبيقرروا يخرجوا من المكان مع بعض. لكن فجأة بيظهر حارس من العصابة عنده قوة خارقة، وبنعرف إن جوانا نقلت له قدرة البنت اللي بتتحكم في النار. وبيقرب منهم وهو ماسك أنبوبة، وكل ده علشان يخلص عليهم. فبيقرر سانج يقتله وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيجري عليه وبيحاول يضربه، لكن الحارس بيتفادى هجماته وبيحرق وشه بالنار. ولكن لحسن الحظ سانج بيبقى لسه معاه فلوس وبيعالج نفسه، وبيمسك آخر $100 في إيده وبيقرر يهجم عليه بكل قوته. لكن للأسف الحارس بيبقى عنده قوة مش طبيعية وبيضربه بالنار وبيطيره بعيد. وبعدها بيقرب منه علشان يخطفه ويوديه المختبر. فبتحاول مينسو تنقذه وبتهدف الحارس بالحجارة علشان تبعده، لكن بيتعصب وبيقرر يخلص عليها هي الأول وبعدها يبقى يرجع لسانج. بس سانج بيفوق في الوقت المناسب وبيحتف الحارس بصخرة كبيرة وبيهزمه، وبيخرج من وسط النار وماسك صندوق الفرح اللي فيه الفلوس وبيستخدمها علشان يعالج إصابته. لكن الفلوس بتخلص وبيحس بالتعب. وفجأة بيوصل الخارقين الطيبين وبيخترقوا الجدار بجسمهم، وبيتفاجئ بطلنا لما بيشوفهم، لكنهم بيطمنوه وبيعرفوه ان هم اصحاب ابوه وبيدوله فلوس عشان ينقذوا حياته. وبعدها بياخدوه معاهم المخبأ بتاعهم علشان يستريح. وبيشوف سانج وهو بيحلم باللي حصل معاه في الحريق وبيصحى من النوم مفزوع.
وبيلاقي الخارق اللي أنقذه قاعد قدامه وبيعرفه بنفسه. هو بيقول له إن هو محامي وقدرته بتخليه يخترق ويعدي من الحيطان. وبعدها بياخده وبيروحوا عند مينسو وبيلاقيها قاعدة مع الخارقة التانية، وبتعرفه إنها طباخة وقدرتها بتخليها تحرك أي حاجة من بعيد. وبيبقى سانج مصدوم مش مصدق إن في بشر خارقين زيه، وبعدها بيعرضوا عليه إن هو ينضم لفريقهم علشان يساعدوا بعض، لكن بيرفض لأنه مش واثق فيهم. وبيقرر إن هو ياخد مينسو علشان يمشي، لكن بيفتكر إن البيت بتاعه اتحرق ودلوقتي مش عارف هيروح فين. فبيطلب المحامي منه يجي معاه، وبياخده وينزلوا المكان سري تحت الأرض. وبتقرر الطباخة تستخدم قدرتها الخارقة هناك، وبتنجح تحرك الصناديق من غير ما تلمسها وبتفتح الباب. وبيبدأ المحامي يشرح له كل حاجة عن العصابة، وبيقول له إن هم ناس أغنياء وعندهم كل حاجة بيحلموا بيها ما عدا القدرات الخارقة، علشان كده هم بيطاردونا وعايزين ياخدوا قوتنا. وبيوري له صورة جوانا، وبيعرفوا إنها بتعمل تجارب على الناس اللي عندها قوة خارقة زيهم وبتسرق منهم قوتهم، وبيحذروا منها لأن أكيد بتدور عليه هو كمان وعايزة تخطفه. فبيخاف سانج من كلامه وما بيبقاش عارف يعمل إيه وبيقرر يستخبى، لكن المحامي بيقول له إن ده مش حل، لأنها هتلاقيك بسهولة. وبيقول له أنت لازم تتدرب وتزود قوتك لأنك الوحيد اللي تقدر تهزمهم. بس سانج بيرفض وبيعرفه إن هو عاوز يعيش في سلام وبياخد بينسه وبيمشي. بس المحامي بيفكره إن أنقذ أتوبيس الأطفال، وبيقول له أنا عارف إن أصلك طيب وبتحب تساعد الناس. وبيقول له أنت لازم تستغل الفرصة دي لأنك لو هربت هتفضل طول عمرك جبان. فبيتأثر سانج جدا بكلامه وبيحس وقتها بالمسؤولية، وبيقرر ينفذ وصية أبوه. وفي الوقت ده بيروح شرطي للفندق اللي حصل فيه الحريق، وبيبقى مستغرب لأنه ما يعرفش سبب انتشار النار إيه. ولما بيراجع كاميرات المراقبة بيشوف مينسو واقفة وبيلاحظ إنها مرضيتش تهرب، فساعتها بيحس إنها تعرف حاجة وبيقرر يحقق معاها. بعدها بنشوف سانج بيروح مع الطباخة علشان يتدرب، لكنها بتخليه يشيل صناديق تقيلة عشان تزود قدرة التحمل بتاعته. ولما بيخلص بيروح عند المحامي وبيبدأ يتدرب معاه على الملاكمة، وده علشان يبقى سريع ومحترف في الفنون القتالية. وبيحاول يضربه لكن المحامي بيتفادى كل هجماته وبيهزمه بكل سهولة. وبيعرف إن هو ما ينفعش يعتمد على قوته بس، لأ ده كمان لازم يستخدم عقله. وبيبدأ كل يوم يلعب رياضة، يتمرن وكمان يجري ويتدرب على الملاكمة، وبينجح إنه يزود قوته وسرعة رد فعله. وبعد فترة من التدريب بيحس المحامي إن هو بقى جاهز، وبيوري له خريطة المختبر السري وبيعرفه إن هم هيهجموا عليه، وده علشان يحرروا البشر الخارقين اللي محبوسين هناك. وبتديله الطباخة هدوم جديدة، وده علشان يحتفظ بالفلوس فيها ويستخدمها وقت القتال. وبيفرح سنج جدا وبيشكرها وبيقرر إن هو يختبر قوته، وبيلبس قناع وبيفضل يلف في الشوارع لحد ما بيلاقي البلطجية اللي ضربوا صاحب البلاي ستيشن، لكنهم بيفتكروه شاب عادي وبيتريقوا عليه. فبيقرر سانج يديلهم درس في الأخلاق، وبيمسك $100 وبيستخدم قدرته الخارقة وبيبهدلهم وبيحذرهم بعدها إن هم لو سرقوا حد تاني هيندمهم. وبعدها بيرجع جهاز البلاي ستيشن لصاحبه علشان يعوضه، وبيبقى فرحان إنه صلح غلطته. وبعدها بيروح للبيت وبيلاقي مينسو مستنياه، وبتعرفه إنها لقت وظيفة في شركة تانية بمرتب أكبر، وبتديله ظرف فيه فلوس علشان يستخدمها في التدريب بتاعه. وبيفرح ساعتها سانج وبيشكرها جدا ويوعدها إن هو لما يهزم العصابة هيحوش فلوس كتير عشان يعوضها عن كل اللي دفعته. وفي الوقت ده جوانا بتروح للمختبر السري وبتطلب من الدكتورة تدي حقنة للحارس، وده عشان يبقى عنده قوة خارقة. وتاني يوم سانج بيقابل أصحابه الخارقين وفاكر إن هم هيبدأوا ينفذوا الخطة، لكنهم بياخدوه لشخص خارق بيشوف المستقبل. ولما بيوصل بيتفاجئ إن هو عجوز، وبيقعدوا كلهم يتكلموا مع بعض وبيسألوه إذا كان مستعد يقاتل العصابة. هو بيبدأوا هم كمان يستخدموا قوتهم، والعجوز ساعتها بيظهر على حقيقته وبتتغير لون عينيه للأبيض، وبيفضل يقول كلام غريب وبيعرفه إن العملات اللي في المية هي اللي هتنقذ حياته. ولما بيخلص بينسى كل حاجة وبيسأله عن اسمه، فبيستغرب سانج وما بيبقاش فاهم كلامه وبيفتكر إنه كان بيهلوس ولا حاجة. لكن الراجل ده عنده قوة خارقة بتظهر لثواني وبتختفي. وبيروح لأصحابه وبيقول لهم إن أكيد فقد قدرته بسبب السن، لكن فجأة العجوز بيخرج وبيقول للطباخة إن حياتها في خطر. فبيتفاجئوا من كلامه وفعلا حد بيرمي أنبوبة عليها، لكن سانج بيستخدم قدرته الخارقة وبينقذها في الوقت المناسب. وبيوصل عدد كبير من العصابة بسبب الموقف ده وبيحاصروا المكان كله علشان يقبضوا عليهم. وبيبقى باين على سانج إن هو عايز يقتلهم، لكن المحامي بيديله فلوس وبيطلب منه إن هو يهرب من المكان وهو هيعطلهم. فبيضطر سانج يسمع كلامه لأنه معهوش فلوس كفاية وبيطلع يجري، لكنه بيشوف المحامي بيحاول يمنع العصابة وبيخاف عليه، وده لأن عددهم كبير ومش هيقدر يعمل معاهم أي حاجة ولا يهزمهم لوحده. وبيفضل يفكر وبيقرر يتصل بالست الغنية وبيطلب منها تسلفه فلوس ويعمل لها اللي هي عايزاه. فبتضحك البنت الغنية وبتوافق، ولما بتقفل معاه بتبعت له فلوس. وبنعرف إن مينسو شغال عندها في الشركة لأن دي الوظيفة الجديدة اللي هي اتقابلت فيها. وبعدها جوانا بتحاصر الخارقين وبتهددهم يستسلموا وإلا هتخلص عليهم، لكن العجوز بيبص في عينيها وبيشوف مستقبلها، وبيلاقي إن الرصاص اللي هتضربه هيرجع لها تاني.
فبتتعصب جوانا من كلامه وبتمسك المسدس تضرب عليه، وبيفتكر الكل إن هو هيموت. لكن سانج بيوصل في الوقت المناسب، وبيستخدم قوته وبيمسك الرصاصة بإيديه. وبنعرف ساعتها إن هو خد فلوس كتير جدا من الست الغنية، وبيبدأ يستخدمها وبيهجم على العصابة. وبيفرح أصحابه الخارقين جدا وبيقرروا إن هم كمان يساعدوه، وبينجحوا إن هم يهزموا عدد كبير من أفراد العصابة. لكن بيلاحظوا إن في قناص بيضرب عليهم من بعيد، بس سانج بيشوفه وبيرمي عليه الترابيزة بيطيره. وبتعجب جوانا بقوته وبتأمر كل أفراد العصابة إن هم يهجموا عليه. وفجأة عربية كبيرة بتترمي ناحيتهم، لكن سانج بيقدر يمسكها وبيوصل للحارس الخارق، وبتبقى قوته زادت بسبب التجارب اللي اتعملت عليه. لكن بطلنا ما بيخافش منه ولا بيتهز، وبيقرر يقتله. وبيهجم عليه وبيحاول يضربه، لكن الحارس بيصد كل هجماته بسهولة. لا، وكمان بيستخدم قوته النارية وبيقرب منه علشان يخلص عليه. وبعدها بنشوف إن الحارس ما قدرش يستخدم قوته النارية بعد كده. وسانج كمان بيكتشف إن الفلوس اللي معاه خلصت، فبيقرروا يتخانقوا مع بعض بقوتهم الحقيقية. وبيحاول سانج يستخدم تدريباته في الملاكمة، لكن الحارس بيبقى عنده قوة مش طبيعية، وبيمسك ايديه وبينزل راسه في المية علشان ما يعرفش يتنفس. وسانج خلاص حس ان دي نهايته، لكن بيفتكر كلام العجوز اللي بيشوف المستقبل لما قال له ان العملات اللي في المية هتنقذ حياتك. وفعلا بيبص في المية بيلاقي فكة واقعة في المية، فبيقرر يستخدمها. وأول ما بيمسكها قدرته الخارقة بترجع له مرة تانية، وبيضرب الحارس ضربات قوية بيطيره بعيد. وبتنبهر جوانا أكتر بقوته، وبتديله الموبايل وبتطلب منه يكلم أبوها رئيس العصابة. وبيعرفه بنفسه وبيقول له إن هو أغنى شخص في المدينة، وبيعرض عليه إن هو يشتري قدرته الخارقة مقابل فلوس كتير. وطبعا فلوس كتير بمعنى إن هو يقدر يحقق بيها أي حلم هو يحلم بيه. وبينهي المكالمة علشان يديله فرصة يفكر. وبيفضل طول الطريق يفكر. وبيقرر كمان بعدها يروح يقابل عيلته عشان يعرفهم إن هو هيتجوز مين سو. فبتفرح والدته وبتبارك له، لكن أبوه بيسأله هيجيب فلوس منين عشان عارف إن هو مفلس. فبيتوتر سانج وبياخده علشان يتكلموا لوحدهم، وبيحكي له اللي حصل معاه. فبيتفاجئ أبوه بيعرفوا إن الفلوس مش كل حاجة، وبيحذروا إن هما ممكن يخدعوه. لكن سانج ما بيقتنعش بكلام والده، وبيقرر يتخلص من قدرته لأنها مش هتجيب له غير المشاكل. وبيسيبه وبيمشي. فبيروح يقابل صاحبته الطباخة علشان يتأكد منها، وبيسألها إذا كان ينفع يبيع قدراتهم. فبتستغرب من كلامه، وبتاخده وبيروحوا لمكتب جوانا وبيفتحوا الخزنة بتاعتها. وبيشوفوا صور البشر الخارقين اللي اشتروا قدراتهم بالفلوس، وبيتأكدوا إن هم فعلا يقدروا يعملوا كده. لكنها بتشوف صورة صاحبتها اللي اتخطفت وبتزعل إنها ما قدرتش تحميها. وفي الوقت ده بنشوف جوانا وهي قاعدة مع أبوها بتطلب منه يديلها فرصة تانية، وبتوعده إنها تقبض على سانج لكنه بيرفض. وبيعرفها إن هو قرر يطلب المساعدة من أخوها. وبنعرف إن هو يقصد جو السايكو لأنه محترف. فبتتعصب جوانا إنه مش واثق فيها وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنشوف سانج بيتصل بيه وبيقول له إن هو موافق يبيع قدرته، وبيطلب منه 2 مليار دولار. فبيفرح الرئيس جدا، وده لأن قوته أهم من الفلوس، وطبعا بيوافق. وبيتفاجئ سانج جدا لأنه بالمبلغ ده هيسدد ديونه وديون والده ويحقق كل أحلامه. وبعدها بيقرر يحتفل مع مين سو، وبياخدها وبيروحوا يتفسحوا. لكنه بيقدم لها خاتم الجواز وبيشكرها إنها وقفت جنبه ودايما بتساعده. وبيوعدها إنه هيعوضها ويخليها أسعد واحدة في العالم. وتاني يوم بيروح للشغل وبيفضل يساعد زمايله لأنه ما بيبقاش فارق معاه الفلوس. لكن فجأة الشرطة بتروح عشان تحقق معاه، وبيخاف سانج يكتشفوا حقيقته. فبيقرر يهرب بسرعة عشان يبيع قدرته، وساعتها مش هيبقى فيه دليل ضده. وفعلا بيخرج من الباب الخلفي وبيطلع يجري. وبعدها بيتصل برئيس العصابة وبيطلب منه يشتري قدرته النهاردة لأنه محتاج الفلوس حالا. فبيفرح الرئيس وبيوافق. وبيقرر سانج يروح يقابله، لكنه لما بيوصل بيلاقي المحامي مستنيه. ويبقى عارف اللي ناوي يعمله، إنه هو مقرر يمنعه. وبيستعد الاتنين علشان هيقتلوا بعض. لكن فجأة صاحبتهم الطباخة بتوصل، وبتستخدم قدرتها بترمي عليهم عمود علشان يوقفوا اللي بيعملوه. لكن المحامي بيمسكه وبيحاول يضربه، وسانج بيفضل يصد في ضرباته. وكلهم بيتخانقوا مع بعض لحد ما بيحسوا بالتعب وبيقعدوا على الأرض. فبيستغل سانج الفرصة وبينط من فوق البوابة وبيدخل المختبر. وبيقابل أفراد العصابة وبياخدوه معاهم للمكان اللي بيعملوا فيه تجارب. وهناك بيلاقي جوانا مستنياه وبترحب بيه، وبتوري له شنطة فيها فلوس كتيرة وبتعرفه إن هو هياخدها بعد ما ينقله قدرته الخارقة. وبتتصل بباباها وبتقول إنها خلاص قبضت عليه وهتسرق قدرته وتخلص عليه. فبيتفاجئ سانج وبيعرفهم إن هم خدعوه، وبيحاول يهرب لكنه مش بيقدر لأنه معهوش فلوس. فبتضحك جوانا وبتعرفه إن خلاص دي نهايته، وبتأمر العصابة إن هم يبدأوا ينفذوا العملية. لكنهم بيتفاجئوا إن هو مش خايف وبيضحك. وفجأة أصحابه الخارقين بيوصلوا المكان وبيقطعوا الكهرباء، وبيفتحوا الشنطة اللي فيها الفلوس وبيطيروها. ووقتها سانج بيستغل الفرصة، وبيمسك مبلغ كبير في ايديه وبيستخدم ساعتها قدرته، وبينجح انه يفك نفسه. وبيفتح الباب لأصحابه الخارقين علشان يدخلوا بسرعة. وبيتضح ان كل دي كانت خطة هم عاملينها علشان يدمروا المختبر.
وبيدخل المحامي وهو فرحان لأنه نجح طبعا في الخطة، وبياخد الملفات من الخزن وبيبدأ يرمي البنزين في كل حتة. وطبعا المكان بيولع كله والحريق بيشتغل في كل مكان، ولكن إنذار الحريق بيشتغل، وبسبب كده بيوصل عدد كبير من الحراس وبيفضلوا يضربوا عليهم. فبيقرر سانج يهرب من المكان، لكن مينسو بتتصل بيه في وقت مش مناسب. في الوقت ده شنطة الفلوس بتقع من إيديه، وكان بيحاول يشدها بس الباب بيقفل عليها وبيحس بالإحباط. فبيضطر يسيبها ويمشي مع المحامي، وبتخلص قوتهم وبيمسكوا إيد بعض وبيطيروا من الشباك. وبعدها بنشوفهم وقعوا في خزان مية، والحراس بيحاصروهم وبيقرروا يخلصوا عليهم. لكن صاحبتهم الطباخة بتوصل في الوقت المناسب وبتنقذهم، وكلهم بيفرحوا بعدها وبيركبوا معاها العربية وبيهربوا من المكان. وبنشوف سانج بعدها طول الطريق بيعيط على الفلوس اللي خسرها، لكن أصحابه بيفضلوا يهونوا عليه. وفي الوقت ده جو السايكو بيوصل للمختبر السري، وبيتفاجئ إن هو اتدمر، وبيروح يتكلم مع الدكتورة وبيطلب منها تديله كل الحقن اللي فيها قدرات خارقة، وبيفضل يضحك. وبعدها سانج بيرجع للبيت، وتاني يوم بيروح للشغل بتاعه وبيعتذر للمدير إن هو هرب امبارح من الشرطة، وبيقرر إن هو يصلح غلطته ويسلم نفسه. وبياخد صاحبه المحامي وبيروح للقسم، وهناك الشرطي بيحقق معاه، لكنه ما بيلاقيش أي دليل ضده، فبيقرر يطلعه براءة. وبيفرح سانج جدا وبيفتكر الموضوع خلص، بس المحامي بيطلب منه يخلي باله لأن أكيد الشرطي هيراقبه. وبالليل جوانا وأخوها السايكو بيتجمعوا في البيت، وبالرغم من إنهم إخوات لكنهم زي الأعداء، لدرجة إنها حاولت تخلص عليهم وهم صغيرين. وبيوصل أبوهم وبيعرف اللي حصل في المختبر وبيتعصب، فبيقرر يخلي جو يبقى هو المسؤول عن التجارب السرية. وبعدها سانج بيروح يقابل أصحابه الخارقين وبيعرف منهم إن العصابة بدأت تعمل تجارب خطيرة على المدنيين، وبيكتشفوا إن التجارب دي بتحصل في مالها ليلي. فبيتفقوا على خطة وبيقرروا إن هم ينفذوها بكرة عشان يقبضوا عليهم. وبيرجع سانج للبيت لكنه بيلاقي مينسو مستنياه، فبتديله بدلة جديدة، وأول ما بيلبسها بتقول له خلاص أنت بقيت بطل خارق في نظري، وده لأنك هتقابل عيلتي. وبتطلب منه يحافظ عليها. فبيتوتر سانج جدا لأن بكرة هينفذ المهمة، لكنه بيوعدها إنه هيجي في الميعاد بالظبط. وتاني يوم بيروح يقابل أصحابه الخارقين، وبيدخل مع الطباخة مالها ليلي، وبيبعت لهم المحامي صورة شنطة حمراء، وبيقول لهم إن البنت اللي بتبيع التجارب لابساها. وبيبدأوا يدوروا عليها في المكان، وبيشوفها سانج وبيروح وراها، وبيفتكرها بنت عادية وغلبانة، وما يعرفش إن أكيد عندها قوة خارقة هي كمان. وبيحاول يمسكها لكنه بيتفاجئ إنها سريعة، وبيعرف إن قدرتها الخارقة زيه بالظبط. وبيطلع الفلوس عشان يستخدمها لكنها بتبقى أسرع منه، وبتاخدها وبتمسك سكينة وبتبدأ هجمات من كل مكان، وكمان بتقطع له البدلة. فبيتعصب سانج وبيغمض عينيه عشان يحاول يركز ويستجمع قوته. وبعدها بينجح يحدد مكانها عن طريق الصوت، فبيديلها ضربة يطيرها. وبيستغل الفرصة إن هو ياخد الشنطة بتاعتها وبيخرج بسرعة عشان يلحق الميعاد. لكن جو السايكو بيبقى هناك وبيشوفه، فبيقرر إن هو اللي يرحب بيه على طريقته. وبيقطع الكهرباء وبيطلب من كل اللي في المكان ياخدوا الشنطة الحمراء منه، هيخليهم أغنياء. فطبعا بيفرحوا جدا وبيهجموا عليه. وبتحاول الطباخة تستخدم قدرتها وبترفع الشنطة في الجو، لكنهم بيضربوها وبيوقعوها. وبيضطر سانج إن هو يجري على الشنطة ويحضنها عشان يمنعهم ياخدوها، وما بيقدرش يتنفس وبيغمى عليه. وبيستغل الحراس الفرصة دي وبيقربوا منه عشان يمسكوه، لكن الشرطة بتوصل في الوقت المناسب وبتبدأ تقبض عليهم كلهم. وبعدها بيفوق سانج وما بيبقاش عارف يعمل ايه، لكن المحامي بيستخدم قدرته وبياخده وبينزل بيه تحت الأرض. وبيصعب عليه لأنه اتأخر عن الميعاد، وبيخيط له البدلة بتاعته وبيديله فلوس عشان يلحق يوصل. فبيشكروا سانج وبيسيبه وبيمشي وبيجري بأقصى سرعة لحد ما يوصل للمطعم. وبيبقى فاكر إن مينسو هتزعق له، لكنه بيتفاجئ إنها واقفة بتتكلم مع الشرطي، وبيسمعها وهي بتدافع عنه وبتقول إن هو بطل بيساعد الناس من غير ما يستنى منهم مقابل. وبيتأثر جدا بكلامها وبيعتذر لها إن هو اتأخر عليها، وبيقرر يسلم نفسه عشان ما يسبب لهاش مشاكل تاني. وبياخدوا الشرطي معاه للقسم، وهناك بيلومه إنه بيعرض حياته للخطر، وبيطلب منه إن هو ما يتدخلش تاني في شغلهم. لكن سانج ما بيقتنعش بكلامه وبيقول له إن الموضوع أكبر منكم، وبيفهمه إن الموضوع فيه أبطال خارقين، وبيقول له إن هو كمان بطل ولازم من واجبه إن هو يساعد الناس. لكن الشرطي بيقرر يحبسه عشان ما يأذيش نفسه. وتاني يوم بيروح جو السايكو يزوره في السجن، وبيهدده إنه يبعد عن طريقه وإلا هيخلص على مينسو. ووقتها جو غلط لما فكر يجيب سيرتها على لسانه، فبيتعصب سانج وبيحذره لو حاول يقرب من شعراية منها هيندمه. لكن جو ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي وهو بيضحك. وبعدها سانج بيتفاجئ من الشرطة إنها قررت تنقله لسجن تاني، لكنه بيلاحظ إن الحراس من العصابة، وبيعرف إن هم عاوزين يخطفوه. فبيقرر يهرب منهم لكنه ما بيبقاش معاه فلوس، وبيحاول يضربهم، لكن واحد من الحراس بيديله فلوس وبيطلب منه ان هو يكتم نفسه. وفجأة العربية بتقع في البحر، وبيستغل سانج الفرصة وبيستخدم قدرته الخارقة وبيفك نفسه وبيهرب قبل ما يغرق. وفي الوقت ده بتبقى مينسو مروحة، لكنها بتلاقي أفراد العصابة مستنيينها، فبتحاول تهرب منهم لكنهم بيحاصروها وبيقربوا منها علشان يخطفوها.
لكن فجأة حراس تانيين بيوصلوا في الوقت المناسب وبينقذوها وبياخدوها معاهم. وبعدها سانج بيخرج من المية لكنه بيلاقي جوانا وأصحابه الخارقين مستنيينه، وبيحتار ما بيبقاش فاهم حاجة. وبيطمنوا المحامي وبيقولوا إن هو في أمان وبياخده علشان يفهمه، وبيعرفوا إن جوانا اتفقت معاهم وده علشان يتعاونوا عشان يهزموا أخوها وأبوها. وبتبدأ جوانا تشرح لهم الخطة وبتعرفهم إن أخوها سرق القدرات الخارقة من المختبر ومخبيها في خزنة سرية في البنك، وبتطلب منهم إن هم يسرقوها. فبيعرف سانج إنها مهمة صعبة لكنه ما بيبقاش عنده حل تاني، وبيتفق مع أصحابه على خطة وبيقرروا ينفذوها تاني يوم. وبتسمعهم مينسو وبتبقى قلقانة جدا وكمان بتقرر تساعده وبتروح تقابل الست الغنية اللي شغالة عندها وبتطلب منها تسلفها فلوس. والست الغنية بتكون رافضة، لكن هي لما بتعرف إن هو هيسرق البنك بترجع في كلامها وبتوافق. وبعدها بيقابل أصحاب الخارقين وبيروحوا البنك مع بعض، وبتبقى جوانا واقفة من بعيد وبتراقبهم، وبتطلب من الحراس يخلصوا عليهم لما يخرجوا وياخدوا القدرات الخارقة منهم، وده طبعا الغدر اللي هم ما يعرفوش. وبعدها بيبدأ أبطالنا ينفذوا الخطة، وبعدها بيوصل الحراس وبيحاصروه بالأسلحة. لكن سانج بيبقى واثق من نفسه لأنه معاه فلوس كتير، وبيستخبى منهم تحت الترابيزة وبيفضل الحراس يضربوا عليه بالأسلحة لكن مش بيتصاب. وبيبقى عمل كده علشان يعطلهم لحد ما المحامي يقدر يستخدم قدرته ويخترق الجدران ويدخل الخزنة. وبيقرر يستغل فرصة الفلوس اللي معاه اللي واخدها من مينسو، وبيبدأ يستخدم قدرته الخارقة وبيهجم على الحراس لوحده، وطبعا بيدمرهم كلهم. لكن فجأة الحراس بتوع جوانا بيوصلوا للمكان وبيضطر يهرب منهم، وبيتجمع مع صاحبته الطباخة وبيفضل يضرب الأرض بكل قوته لحد ما بيكسرها وبينزل عند المحامي في الخزنة. لكنهم هنا بيتفاجئوا إن هو واقع على الأرض ومغمى عليه. وبتظهر البنت السريعة وبيبقى جو سايكو هو اللي طلب منها تعمل كده، وبعدها بيحاصرهم وبيقرر إن هو يخلص عليهم. وبيلاحظ كمان سانج إن الفلوس اللي معاه قربت تخلص، لكنه بيقرر يضحي بنفسه وبيقف قدامه علشان يقتله. لكن المحامي بيفوق وبيزقه من الحيطة وبيدخله أوضة سرية تحت الأرض علشان ينقذه. وبيتفاجئ ساعتها سانج إنها مليانة فلوس، فبيفرح وبيقرر يستخدمهم. وبيروح عند أصحابه الخارقين وبيحررهم وبيطلب منهم يخرجوا وهو هيقاتل العصابة لوحده. وفعلا بيعمل كده، وبيبدأ سانج يتخانق مع أفراد العصابة. ومن رغم إن عددهم كتير وبيستخدموا أسلحة لكنه مش بيتأثر لأنه معاه فلوس بالهبل. وبيهزم فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل للسايكو جو. وبتحاول البنت السريعة تضربه لكنه بيبدأ يصد هجماتها بسهولة، وبيمسكها من رقبتها وبيخنقها وبيطيرها. وبيقرب بقى من جو سايكو وعمال يضحك وبيعرفوا ان خلاص دي نهايته. وبيحاول يضربه لكن فجأة بيدوخ وبيحس ان هو متكتف، وبعدها بيقع على الارض وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مقبوض عليه في عربية الشرطة، وبيحاول يمسك فلوس يستخدم قدرته بس مش شغالة. القدرة كمان اتسرقت، بس مرة واحدة بيروح الشرطي يحرره لانه مبقاش خارق وبيسيبه ويمشي. فبعدها بيقرر سانج ان هو يروح يقابل ابوه علشان يفهم منه ايه اللي حصل. فابوه بيقول له ان انت استنفذت كل قوتك لانك استخدمتها كتير، وبيطمنه انها ترجع له تاني لكن محتاجة شوية وقت. وبيرجع له الحصالة بتاعته اللي خدها منه زمان وهو صغير وبيطلب منه يسامحه. فساعتها بيتأثر سانج بكلامه وبيقرر يصالحه. وفي الوقت ده رئيس العصابة بيتعصب ان ابنه السايكو فشل في المهمة وكان عاوز يخلص عليه، لكنه بيرجع في كلامه. بيديله تذكرة سفر لأمريكا لأن ده العقاب بالنسبة له إنه هيبقى بعيد عنهم. بس السايكو بيرفض يستسلم وبيقرر ينتقم من بطلنا. وبعدها سانج بيرجع للبيت لكنه بيتفاجئ ان هو متبهدل وبيعرف ان مين سو اتخطفت. بيجيله اتصال من جو سايكو بيطلب منه يسلم نفسه الا هيخلص عليه، وبيقوله ان هو هيختار مكان يتقابلوا فيه. وبينهي المكالمة وهو بيحاول يهدد من سو، لكنه بيتفاجئ انها مش خايفة وبتضحك وبتقوله انها واثقة في سانج. وفجأة البنت السريعة بتدخل عليه وبترميله فلوس عشان تتأكد إذا كان قدرته الخارقة رجعت له تاني ولا لأ. وبتتفق معاه إن هو لو قدر ينزمها هتقوله على مكان من سو. فبيحاول سانج يمسكها لكنها بتستخدم قوتها وبتتحرك بسرعة ومش بيقدر طبعا يشوفها. فبتضربه وبيتصاب إصابات خطيرة لكنه مش بيستسلم وبيستحمل. فبتتأكد البنت إن هو ضعيف وبتتريق عليه وبتقرب منه وبتقرر تقتله. لكن فجأة أصحابه الخارقين بيوصلوا للمكان وبيستخدموا قدراتهم هم كمان، وبيحاصروها وبيهزموها. وبيقعدوا معاه وبيعرفوا المكان اللي مينسو مخطوفة فيه. وبيقف فوق سطح المبنى اللي هي مخطوفة فيه وبيطير من فوق على أمل إن قدرته الخارقة ترجع له مرة تانية. وطبعا بيقع على الأرض وجسمه بيتبهدل. وبيتجمع الحراس حواليه وعرفوا خلاص إن هو قوته رايحة. لكن فجأة بتبدأ إصاباته كلها تتعالج وبيفتح عينيه، وبيتصدموا وبيعرفوا إن هو لسه عايش. وسانج طبعا بيفرح إن قدرته أخيرا ما خذلتهوش، وبيمسك فلوس وبيبدأ يهجم على الحراس لوحده وبيهزمهم كلهم وبينجح إن هو يوقعهم على الأرض. وبيطلع يجري على السلم علشان يروح لمينسو، لكنه بيلاقي عدد من الحراس في وشه. فساعتها بيمسك الفلوس اللي باقية عشان يقتلهم. لكن فجأة أصحابه الخارقين بيوصلوا ويساعدوه وبيطلبوا منه إنه يوفر الفلوس عشان ينقذ بنسو وهما هيقتلوا الحراس مكانه. فسانج بيشكرهم وبيستخدم الفلوس اللي معاه وبينط عالي عشان يروح لها.
بس السايكو بيبقى مستنيه وبيضربه في كتفه، وبعدها بيلاحظ إن الجرح بينزف، فبيعرف إن الفلوس اللي معاه خلصت، وبيضحك وبيعرف إن هو حط قنبلة في الأسانسير، ويهدده إن هو يسلمه قدرته الخارقة وإلا هيزق من سوء. لكن فجأة المحامي بيوصل من السقف وبيمسك السايكو وبيحاول ياخد المسدس منه، لكنه للأسف بيتصاب في بطنه وبيقع على الأرض. وبيضحك السايكو وبيديله فرصة أخيرة وبيطلب منه إن هو يستسلم وإلا هيخلص عليهم. فبيتعصب سانج وبيقرر يضحي بنفسه، وبيجري على السايكو وبياخده وبيدخل جوه الأسانسير وبيقفل الباب عليهم، وبيودع ميسو وبيعتذر لها ويقول لها إنه مش هيقدر يكمل معاها ولا هيكمل حياته. وبيشغل الأسانسير بعدها وبيمشي، وللأسف بيطير هو والسايكو. فبتنهار مينسو وبتفضل تنادي عليه وبتعيط ومش قادرة تشوف المنظر قدام عينيها. وبعدها بينتشر خبر موته في كل مكان وفي كل حتة، الناس بتعرف إنه بطل ضحى بنفسه. وبنشوف مينسو زعلانة وبتفضل حابسة نفسها في البيت، لكن أصحابه الخارقين بيروحوا يتكلموا معاها، بيعرفوا إن هم يقدروا يرجعوا سانج. فبتتفاجئ من كلامهم وبتسألهم عن الطريقة، فبيقول لها المحامي إن الشرطي اللي قبض عليه قبل كده عنده قوة خارقة وبيقدر يرجع بالزمن، وبيقول لها إن دي معلومة سرية علشان كده الشرطي كان دايما بيساعدهم في السر، وبيطلب منها تروح تقابله. وبتجري على الاسم وبتفضل تدور على الشرطي لحد ما بتلاقيه، وبتترجاه إن هو يستخدم قدرته ويرجع سانج. والشرطي بيرفض لأنه خايف إن المستقبل يتأثر، لكن مينسو مش بتستسلم وبتعيط، وتعرفوا إن سانج ضحى بحياته علشان ينقذ العالم. فبيتأثر الشرطي بكلامها، وفجأة بيسمع ضرب نار وبيعرف إن العصابة بتدور عليه وبيقرر يساعدها، وبيديلها الساعة بتاعته علشان تستخدمها. وفعلا مينسو بتعمل كده وبتختار الوقت اللي سانج مات فيه وبترجع بالزمن، وبتحط له فلوس في إيديها عشان يستخدمها. ولما القنبلة بتنفجر بتروح تطمن عليه لكنها مش بتلاقيه، وبتفتكر إنها فشلت. لكن فجأة سانج بيخرج من تحت الصخور وبيبقى لسه عايش، وده طبعا لأنه استخدم الفلوس وعالج إصاباته. فبتفرح مينسو وبتجري عليه وبتحضنه وهي بتعيط، وبيعتذر لها سانج وبيقول لها إنه خلاص الموضوع انتهى. لكنه بيلاحظ إن جو السايكو اختفى، وبيعرف إن هو لسه عايش. وفي الوقت ده بيرجع السايكو على البيت وبيلاقي جوانا مستنياه وبتقرر تخلص عليه، وبتضربه بالمسدس هي كمان، لكن الرصاصة بتتعكس وبتيجي فيها. وساعتها بنفتكر كلام العجوز اللي بيشوف المستقبل، وبتعرف إن هو كان بيقول الحقيقة، وبتقع على الأرض وبتموت هي وكل الحراس بتوعها. وبنعرف إن البنت السريعة هي اللي عملت كده لأنها بتحب جو، لكنها بتلاحظ إن هو مصاب بسبب الانفجار، وبتاخده المختبر عشان تنقذ حياته، لكنه بيطلب منها تديله كل القدرات الخارقة. وفعلا بتعمل كده، وبتحوله من بشر عادي لشخص خارق. وبتروح تطمن عليه، لكن بدل ما يشكرها بيجرب قوته عليها، وبيروح للقسم وبيهزم الشرطة، وبيفضل ماشي في الشوارع واثق من نفسه. وبيشوف طفلة واقعة على الأرض فبيقرب منها وبيقرر يطيرها. لكن فجأة سانج بيوصل في الوقت المناسب وبيحدفه بصخرة بيطيره، وبيطمن على الطفلة إنها في أمان وبيطلب منها تمشي. وبيفوق السايكو مستغرب اللي حصل ومتعصب، فبيستخدم قدرته الخارقة وبيطلع كهرباء من إيديه. وبيتفاجئ بطلنا وبيحاول يتفادى هجماته، وبيبقوا الاتنين قوتهم متساوية، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض مدة طويلة لدرجة إن هما بيدمروا المدينة وبيقطعوا الكهرباء عنها. وبعدها بيوصل أصحاب سانج الخارقين وبيقرروا يساعدوه، لكن السايكو بيتعصب وبيكسر عمود وبيرميه على ناس مالهمش ذنب. فبيضطر بطلنا يخاطر بحياته وبيحاول يمسك العمود، لكنه للأسف الفلوس اللي معاه بتخلص وبيقع على الأرض. وبيحاول أصحابه يساعدوه، لكن السايكو بيضربهم وبيطيرهم، وبيقرب منه وهو عمال يضحك وبيقول له أنت دلوقتي وحيد. وبيفضل يضرب فيه بكل قوته وبيقرر يخلص عليه. وبيقع سانج على الأرض وبيفتكر إن دي نهايته. لكن فجأة الطفلة اللي أنقذها بترميله الفلوس اللي في الحصالة بتاعتها، وبتطلب منه إن هو يستخدمها. وبيبدأ باقي الناس يقلدوها وعمالين يرموا عليه فلوس كتير من كل حتة. وبتوصل مينسو ومعاها أفراد الشرطة وهم كمان بيرموا له فلوس، وبيفضلوا يشجعوه ويهتفوا باسمه علشان يهزم السايكو. فبيفرح سانج جدا وبيحس إن هو مش لوحده، وبيقرر يستغل الفرصة دي. وبيهجم ساعتها على السايكو بكل قوته، وبيضربه بلكمة قوية يطيره، وبينجح إن هو يهزمه. وأخيرا بيرجع السلام للمدينة. وبعد أسبوع بيتقبض على رئيس العصابة وبيتحاكم عليه بالسجن مدى الحياة، وده عشان يدفع تمن الجرائم اللي عملها والاختبارات اللي كان بيجربها. وبنشوف كمان الطباخة اللي رجعت لحياتها القديمة وبتقرر تفتح مطعم خاص بيها. والمحامي كمان بيروح لبنته بعد ما هزم العصابة. أما سانج بياخد مكافأة كبيرة من الشرطة على إنجازاته، وبيقرر يشتري الشقة اللي نفسه يتجوز فيها. وبيقرر يكمل حياته مع مينسو في سلام. وبعدها بيعرف إنها حامل، وبيقرر كمان إن هو يحوش الفلوس، وده علشان لما يجيبوا طفلة صغيرة وقتها يقدر يصرف عليها ويدلعها. وبتنتهي قصتهم بنهاية سعيدة بعد ما الخير كسب وانتصر على الشر. وبكده يكون خلص ملخص النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، وأكيد اشتراك في القناة. هيكون في أفلام وملخصات كتير الفترة اللي جاية، فهكون حابب جدا لو دعمت القناة. أشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.